السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة فيديو كله نشاط وحيوية. مسكت السجاجيد بتاعتي كلها بقى كده، هغسلها كلها استعدادا لرمضان، واقول لكم على الخلطة السرية بتاعتي لغسيل السجاجيد اللي بتشيل اي بقع من السجاجيد. الخلطة دي استخدمتها في غسيل الانتريه عندي. ان شاء الله بعد الفيديو ده هنزل لكم الفيديو غسيل الانتريه. كنت جايباها من عند بتاع الصابون، هاخد منها معلقتين وهغسل بقى السجاد بتاعي، همرشه كده مرش. كل سنة وانتوا طيبين يا بنات. متنسونيش بقى في لايك واشتراك للقناة اللي اول مرة يتابعني. هحط معلقتين من الخلطة دي على شوية اي بقى مسحوق عندك، وبعد كده بقى هحط شوية مية كده وهدلق بقى على السجادة اللي انا بغسلها. كان هنا في الباينة لازقة مش عاوزة تطلع خالص، مش عارفة اطلعها ازاي، فهي ما طلعتش معايا. عارفين بقى الولاد عندي اشقية شوية وياكلوا البان وممكن يحطوه في اي حتة. ربنا يهدي يا رب ولادنا جميعا يا رب ويحفظهم من اي سوء. دلوقتي بقى هنا ايه، انا مسكت السجاد بتاعي، في منه انا هفرشه على رمضان وفي منه هشيله للعيد ان شاء الله. طبعا بقى انا ايه، السجادة عندي مرضتش ان انا اوديه للمغسلة، عشان المغسلة انا ساكنة في الدور السادس، وعشان انزل السجاجيد واطلعها شغلانة كبيرة، فقلت بقى ايه اخدهم كده في الحمام. انا مشكلة الحمام عندي ان هو صغير جدا، فانا ما بقدرش ايه اغسل فيه كل السجاجيد، فانتوا هتشوفوني في السجاد الكبير هغسله مكانه في الريسبشن. اما السجاد بقى اللي هو الصغير زي كده، هي السجادة دي مش صغيرة قوي يعني، هي مش مشاية دي سجادة، بس انا ايه بغسلها على كذا مرحلة. يعني بصوا انا تانية اهو كذا مرحلة، بخلص جزء وبعد ما بغسله واشطفه اروح جايبه الجزء اللي هو زي ده كده. يعني انا خلصت الجزء اللي جوه اهو، الجزء التاني اهو بغسله بقى، وبعد كده ايه كل ما بخلص جزء ابرمه واجيب غيره لحد ما اخلص السجادة. الحمام بتاعي صغير جدا، وطبعا الغسالة موجودة في قلب الحمام، فطبعا عاملة يعني مضايقاني يعني في غسيل السجاد، ودي بتبقى مشكلة جدا. فاعمل ايه بقى، يعني ربنا يوسع علينا جميعا، بس بحاول ان انا ايه يعني احل المشكلة دي بدل ما انزل السجاد للمغسلة واطلع، فدي مشكلة ما عنديش حد يطلع لي ولا ينزل لي السجاد. وطبعا انا في الدور الاخير وفي شقتي ما فيهاش بلكونه كمان ان انا عشان انشر، فبضطر ان انا بقى اخد السجاد اللي انا بغسله، يعني انا غسلاه على يومين عشان انا باخد جزء انشره على السور اللي قدام باب الشقه. انتوا هتشوفوا برضو في الاخر انا منشراه فين. فبصوا هي السجاد زي كده، مشايات زي كده الصغيره دي حلوه في الحمام، صغيره حلوه. اما السجاد الكبير شويه ده اللي بيبقى رخم معايا. السجادة الكبيرة خالص بقى بروح مكانها كده غسلاها وهي محطوطة، بس بقى بضطر ان انا ما بعرفش ادلق مية زي كده، عشان انا عندي السيراميك بتاع الريسبشن لازقاه، مش معمول يعني بأسمنت وكده، لا ده انا لازقاه على بلاط، لان كانت الشقة عندي بلاط اللي هو بتاع زمان. فبعد كده حبينا ان احنا نعمل سيراميك، فحبيت ان انا ايه الزقه بدل ما نكسر ونعمل وننزل. فبتبقى شغلانه. السيراميك اللزق ده بيبقى جميل جدا، فبخاف ان انا ادلق ميه زي كده مره على مره يخلي السيراميك يطق ويخرج من مكانه، فبحاول يعني على قد ما بقدر ان انا ما اغرقش ميه زي كده. دي السجادة بقى التانية اهو بغسلها. دي بقى السجادة دي انا كنت حطاها في السفرة دي، يعني مش قادرة اقول لكم عند السفرة، والسفرة انا حطاها عند دخلة باب الشقة، فيعني اللي داخل واللي طالع بيدوس عليها. بس بقى اما بغسلها بتبقى زي الفل، بس هي كانت متبهدلة خالص بصراحة. دي انا هضطر ان انا هغسلها واشيلها، مش هشيلها بقى على العيد ان شاء الله. هنا بقى السجادة الكبيرة دي بقى طبعا برضو متبهدلة معايا اهي. بصوا السجادة اللي انا كنت لسه غسلها، بصوا منظرها عامل ازاي عند باب دخلة الشقة، التراب والجزم وكده والاكل والشرب،
خدت وهي فاتحة اصلا، وانا بحب السجاجيد الفاتحة. مشكلتي ان انا بحب السجاجيد الفاتحة جدا. يعني انا عندي سجادة للريسبشن جوه بدل التانية دي، انا شايلاها يعني فاتحة خالص خالص، سادة كلها، يعني بيضة كلها، وما فيهاش اي شكل يعني، وبس جميلة من ساعة جوازي. شايلاها وحاطة دي بقى مكانها. انا دلوقتي بقى ايه، هغسل بقى السجادة دي. هي بصراحة عشان انا مش مغرقاها مية، فلاقيها مش عاوزة تمشي معايا الصابون فيها، لانها هي حرير شوية، ناعمة شوية، فاضطريت ان انا ادلق شوية. بس كنت خايفة ان المية اللي انا بدلقها تنزل لتحت تحت السجادة يعني تغرق السيراميك. بس الحمد لله يعني ما لحقش يوصل المية تحت، على قد ما بقدر كده. وبعد كده ما بخلصها بدخلها الحمام بقى، احطها في البانيو واملى البانيو لحد الاخر، وتاخد شطفتها. وبعدين بقى نشرتها، ودي ايه، ونشفت معايا. السجادة دي انا كنت عاملاها قبل بقية السجاجيد اللي انا عملتها في الحمام بيوم، وبعدين بقى نشر. والمخدات دي برضو كنت غسلاها في الغسالة. وادي بقى ايه، بتاخد الشمسية. انا عشان الجيران قدامي، فانا خايفة اخرج قوي يكون حد من الجيران واقف ولا كده، فما رضيتش ان انا يعني اخرج بره كويس. وهنا بقى ما بحب انشر السجاجيد، بنشرهم هنا كده قدام باب الشقة، على اساس ايه يعني، ان هي برضو تاخد الشمسية وتاخد الهواء لحد ما تنشف، وادخله. واقول لكم سلام بقى، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامة.